قرص هشة وطرية بطريقة تجنن، مفرغة من جوه وخفيفة جدا في الإيد. تحس كده انك ماسكة هوا مش قرصة، ومهما سبتيها يوم ويومين مش بتنشف معاكي ولا بتتقل. مكوناتها بسيطة ومبتاخدش وقت. معايا كوب الا ربع ماء دافئ دافية في ميكروويف. هنزل عليها معلقة كبيرة خميرة بدرجة حرارة المكان عشان تخمر معايا. ممكن نستبدلها بخميرة بودر معلقة واحدة فقط برضه، وربع كوب سكر، ونقلبهم ونسيبهم يخمروا 10 دقايق. على ما يخمر هنخل 3 أكواب ونص دقيق. بعد ما خمرت هنزل عليها بربع كوب سمنة على زيت، ونص كوب لبن رايب. هدمج المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. بعد كده هبدأ أنزل على الدقيق اللي نخلته بمعلقة كبيرة من القشطة، ورشة ملح بسيطة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. هقلبهم كويس مع بعض في العجين، ولو معندكش عجان بالمضرب اليدوي، معكنيش مضرب يدوي بالمعلقة، ممكن تستعملي ايدك زي ما تحبي برضو. هدمجهم مع بعض وابدأ انزل الاول بنص السائل تلم معاه، وبعد كده هنزل واحدة واحدة بالباقي لحد ما تظبط. اول ما الاقي العجينة ما بتلزقش يبقى انا وصلت للعجين الصح. لو زادت معاكي شوية ولزقت حطي معلقة دقيق. لو لسه بتلزق تاني ابدأي زودي دقيق تاني. بس من الافضل ان انت تنزلي شويه شويه لحد ما تحسي ان العجينه لمت معاكي، ما تسيبيهاش لدرجه ان هي تلزق. اول ما احس ان هي كده خلاص تمام، ابدا اغطي عليها لمده ساعه، اسيبها تخمر براحتها جدا في مكان دافئ. ولو انت مستعجله ممكن تدفي الفرن وتحطيها فيها هتخمر معاكي اسرع. مهم تحطيها في مكان دافئ. ده شكلها وهي بتلم. هبدأ بقى اسيبها الساعة، وبعد ما تخمر ده هيكون شكلها. هديها بوكس المتين. بصوا طريقة ازاي. مجرد ما احط صباعي بص بتعلم ازاي. هجيب صاج ادهنه زيت، واقطع العجين لكور متساوية عشان القرصة تكون قد بعض. عملوا معايا حدود 28 قرصة بنص كيلو بس. هيعمل معاكي كمية حلوة جدا. هقسم صاج سادة وصاج بالسكر. ممكن تعمليها بالملبن او الجبنة او سكر على قرفة زي ما تحب، ده بيرجع ليكي. انا حطيت بالنسبة لي مقدار نص معلقة سكر صغيرة في كل قرصاية. ممكن انتي لو حابة تزودي السكر او تقلليه، ده بيرجع لرغبتك انتي، يعني ملهوش مقدار محدد. ممكن تعمليها معاها قرفة بس احنا ما بنحبش القرفة معاها. ده هيكون شكلها بعد ما خلصتهم كلهم. بعد كده هبدأ ان انا ابططها بشكل دائري، بس هنحاول على قد ما نقدر ما نرققهاش قوي عشان ما تطلعش معانا خفيفة قوي. يعني نحاول نخليها وسط، القوام بتاعها يكون وسط حلو ماسك نفسه. هو طبيعي بعد ما هخلصهم كلهم ان انا هسيبها تاني تخمر، فالكمية بتاعتها تتضاعف. لا نخليها سميكة زيادة عن اللزوم ولا نخليها رقيقة زيادة عن اللزوم. نحاول نخلي القوام حلو. دول الصاجين اللي عملوا معايا. سبتها ساعة تخمر وده كان شكلها. الشكل تضاعف، بقت هشة جدا. هبدأ اضرب بيضة مع لبن، هدهن بيه الوش. هدهنهم كلهم، هدهن الكمية اللي انا عاملاها كلها. وبعد كده هبدأ ارش سمسم على الكمية. وبعد ما بخلص بنفس الفرشة اللي انا دهنت بيها المرة الاولانية هرجع ادهن بيها تاني من فوق، بحيث طبقة السمسم تمسك كويس. بعد كده هبدأ ان انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط. اول ما تبدأ تحمر من تحت كويس هقلبها بالراحة جدا عشان ما تكونش لازقة وتفرول منك. اول ما نقلبها ونحس ان هي خدت اللون الاحمر الحلو هبدأ ان انا اشغل عليها الشواية، ونتابع اول باول عشان ما تاخدش مننا لسعة. اول ما تطلع اغطيها لمدة ما تزيدش عن دقيقتين عشان ما تبدأش تعرق معايا وتعجن. وابدأ اطلعهم بالراحة وارصهم في اي صينية عندي. جميلة جدا ومفرغة من جوه وطرية، مش محتاجة اتكلم، الفيديو بيتكلم لوحده. امشي على الخطوات دي بالظبط واضمن لك اطرى قرصة ممكن تجربيها في حياتك. بألف هنا على قلبكم.